الامارات. المفروض انت اكثر واحد ترضى، لان تعرف ابنك شو مسوي فيا. المفروض اكثر واحد. انا بغيت لا هي سهله 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 بابا، سهله اخوي ينام فوق، هاي سهله. نام ابوي ما تبي تعيش في العراق، مو مسكره. بس بالعراق ما اعيشك بالعراق. طلعني اعيشك بالعراق، بس مو الكرار. والبسط لا والبسط عوف البسط عمي، انا بسط هذا كله هاي سوالف جهال ورجال ذكوري، اوكي هاي بسط كله عادي زين. بس ما يجيني يقول لي انت طالعه على مود هاي، لا هي سهله يعني بابا، انت عندك سهله. لا انت مو على مود انت عندك سهله. لا تريدين راحتك، تريدين. هي راحتي بعيد عن ابنك، راحتي بعيد عن ابنك بابا. راحتي وين؟ راحتي بعيد عن ابنك، راحتي مو ويا ابنك. ابوي صدق يحكي يعني، يجي الموضوع حين عنده يعني. شوفوا وش حل الموضوع. اي بابا حيدر خليه ياخذ مرته ويطلع. اي انا اطلع وانتي تصرفين اي هاي ليش رجعتوني؟ كرار ترجعوني ليش؟ يطلع ما حد يبقى. ترجعوني ليش؟ ترجعوني ليش؟ رجعتي تتحملي. ابوي بنفسه اللي قال اني ادري كرار مسويها ومتحرش بيك، وانت بنفسك قلتوها، بس قلتوا نتناسى. قلتوها لو لا يمه؟ قلناها صح لو لا؟ حيدر طلعي حيدر. مرحبا. ولك والله العظيم لا خايف منك ولا خايف من أكبر مخلوق. هسه فد قندرة وتهددين مثلا، وحاسبة روحك انت هسه على البشر، وما اعرف يعني فد قندرة لازمة فد شين، وش عندك؟ ايش عندك شيء؟ ايش عندك قوة تريدين تستخدميها؟ استخدميها، وش تريدين تسوين؟ سوي. قصة جدا محزنة للبلوجر العراقية طيبة العري، التي قتلت على يد والدها في محافظة الديوانية، والأب قام بتسليم نفسه إلى القوات الأمنية، ولم تذكر السلطات العراقية أي تفاصيل عن هذه الحادثة. ولكن هناك مواقع وبيجات عراقية سردت تفاصيل قصة البلوجر العراقية طيبة العري، حيث قامت صفحات عراقية مشهورة بنشر تسجيلات صوتية للضحية، وأيضا قامت بتأكيد مقتل الشابة طيبة على يد والدها. طيبة كانت تتعرض للتحرش من أخوها، لكن لم يكن هناك أي رادع من الأهل. عرضت على أهلها أنها تعيش بعيد عن أخوها في بيت مستقل، لكن أهلها رفضوا، وبعد عدة محاولات هربت طيبة إلى تركيا وعاشت حياتها هناك، وقامت بنشر يومياتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتعرفت على شاب هناك سوري الجنسية. بعد ذلك قاموا أهلها بالتواصل معها واستدراجها للرجوع للعراق، بحيث أخبروها أنهم موافقين على خطبتها بالشاب السوري الذي يدعى محمد. وبعد فوز العراق بكأس خليجي 25 رجعت طيبة للعراق، ولكن الشاب السوري محمد رفض الذهاب إلى العراق خوفا من أن يقوم أهل طيبة بقتله، وقام بإرسال وسطاء حتى يتكفلون بالخطبة الرسمية. ذهبت طيبة لبيت صديقتها، وفي الساعة 3 فجرا قام أبوها بالذهاب لمنزل صديقتها وأخذها بالغصب للديوانية، وقام بخنقها وسلم نفسه إلى السلطات العراقية. والقضية كالعادة سوف تقفل كقضية غسل عار. ادعوا لها بالرحمة والمغفرة، وشاركوني آراءكم. هل ترون طيبة ضحية؟